والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ والله حيرتيني. نداء لكل لعيبه منتخب مصر، انتوا معزومين عندي. لا بجد انتوا معزومين عندي، معزومين في فرحي. انتوا تشرفوا اي حد، انتوا تشرفوا اي حد. مصطفى شوبير احلى واسطه في الدنيا. يعني اي واحد هيطلع يقول لك مصطفى شوبير واسطه وابوه احنا بنحب الواسطه. لو الواسطه هتطلع واحد زي ده، واحد يبقى انت قاعد مطمن. كنا فين واحنا قاعدين بقى حاطين في بطننا بطيخه صيف ونايم حسام الحضري. ما شفناش حارس مرمى. حارس مرمى يبقى حاسس ان انا مطمن، ويوم ما هدف هيجي فيك هيبقى غصب عنه. من زمان خالص احنا بنطالب في الاهلي اصلا بمصطفى شوبير. امكانيات، توفر عناصر لياقه بدنيه. ايه يا عم؟ رشاقه، مرونه، اتزان، احساس بالمكان واحساس بالمسافه. لاعب بمعنى الكلمه. من ايام ماتش الوداد اللي احنا اخدنا فيه افريقيا، اللي مصطفى شوبير لعب فيه هنا، ماتش الذهاب اللي فوزنا فيه 2-1. من ايام ما مسك الضربه الحره بتاعت يحيى عطيه الله، لما مسكها بايده كده، قذيفه مسكها بايده كده. حارس مرمى لو كنا بدرنا بيه شويه كان في افريقيا اللي فات على الاقل هدف السنغال بتاع ساديو ماني اللي الناس تفتكره ما كانش هيجي فينا، كان هيصدها. شفت الواد بيعمل ايه؟ ما شاء الله، شابوه. شابوه مصطفى شوبير 10 على 10. محمد هاني، ايه الدنيا؟ بجد ايه الدنيا؟ انا عايز افهم. صلاح اداك سر المحنه بتاع الكسندر ارنولد. يعني صلاح قال لك تعالى كده يا محمد، سر ارنولد في 1 2 3. اداك السر. قال لك ارنولد كان بيقول لي على سر اللعب، اداك سر ارنولد. ما هو مش طبيعي ان انت تروح كاس العالم تلعب بالشكل ده. دي اسرار بتتقال لك. ابراهيم حسن بيمرنك برايفت. ابراهيم حسن هناك بيمرنك برايفت، تتمرن لوحدك. انت هناك كده مش بشوفك في الملعب، هم بيتمرنوا حاجه وتتمرن حاجه لوحدك. ابراهيم حسن قال لك انا باك يمين، تعالى انت كمان باك يمين، انا هديك برضو العصاره بتاعت حياتي. محمد هاني، ايه ده؟ ايه العرضيات دي؟ انا من يوم ما شجعت الاهلي ما شفتش عرضيتين زي الناس. من اول كاس العالم عرضيات، دفاع، قتاليه. يعني سيبك من ده كله، استلامك للكره وتحكمك في رتم اللعب وهدوءك وتركيزك 10 على 10. شابوه. طيب احمد فتوح، يا جماعه احمد فتوح مش هقول لك لاعب خماسي، ومش هقول لك لاعب بيلعب في شبر ويرقصك في ربع شبر والكلام من ده. احمد فتوح امكانيات لاعب عالمي. عالمي. بيلعب بدماغه، بيلعب بعقله. يعني انت شوف، يعني هو لياقته البدنيه وقوته ما توحيش ان هو لاعب ممكن يشيل مباراه كبيره. بيلعب بعقله. كذا كوره احمد فتوح بيفتح في الملعب، وكذا كوره تيجي لاحمد فتوح، عرضيات، تصويبات، تغطيه، قتاليه. الروح بتتكلم. يعني عند احمد فتوح الروح بتتكلم بجد. هتكلم في نص الملعب عن حمدي فتحي واللي اتصاب، الف سلام عليه. وانا قلت حاجه كده، اصابه حمدي فتحي، اصابه حمدي فتحي دي يعني الف سلام عليه، ان شاء الله تكون اصابه خفيفه ويرجع بالسلامه. بس دي مبشر ومؤشر ان ربنا هيكرمنا، علشان اسلوب اللعب. ان حمدي فتحي اصلا ما يلعبش مدافع. دي وجهه نظري، وجهه نظري انا. ما يلعبش مدافع. ادي العيش لخبازه يا عم. رامي ربيعه ما شاء الله عليه، طول بعرض. وبعدين مركزه وود ده، انت شايف طوله عامل ازاي؟ متر 90 ولا متر 93. رامي ربيعه هو اللي كان بيطلع معاه. يعني اصابه حمدي فتحي دي جت عشان رامي ربيعه ينزل يسد مع وود، زي ما نزلت رامي ربيعه يسد مع لوكاكو. فخلاص لاعب بقى رامي ربيعه اطوال. انت عايز اطوال. وبعدين لما يلعب جنب ياسر ابراهيم، حاله التناغم اللي كانت ما بينهم من الاهلي هتخدمهم في اللعب. لكن انت منزل حمدي فتحي ورا، انت مفتقد حمدي فتحي. لو احنا بنلعب بلاي ستيشن وحبيت احرك حمدي فتحي من نص الملعب اجيبه في الدفاع، لو طاقته في نص الملعب 92%، انا اجيبه في الدفاع يديني 85 80%. طب ليه انت بتعمل كده؟ عشان تدافع؟ طب ما انت حاطط مروان عطيه وحاطط
جنبه مهند لاشين، انت بتلعب بالثلاثه، بتلعب بالثلاثه. طب انت لو عايز تامن هتعمل ايه بره؟ وبتلعب بامام عاشور. فانت مفتقد لفعاليه امام، ومفتقد لفعاليه حمدي فتحي. امور تكتيكيه هتقول لي اصل امام عاشور بيغطي، اصل الكلام من ده كله في على حسب المباراه. على حسب المباراه، انت استخدمت، انت نزلت مباراه بلجيكا لعبت بمباراه 10 على 10. مش اخد نفس الفكر بنفس التشكيله بنفس الباكج كده انا ماسكه وحاطه ويلا، ما انا بدات كده هبقى ابدا كده. انت نازل ماتش نيوزيلندا عايز ايه اصلا؟ فحمدي فتحي انه يطلع وينزل مكان رامي ربيعه، دي اول خطوه صحصحت المباراه. يعني لولا حمدي فتحي اتصاب ما اعتقدش الامور كانت هتمشي بالشكل اللي احنا شفناه ده خالص. في نص الملعب مهند لاشين بيعمل اللي عليه وبيقاتل الصراحه، بس اخطاء مهند لاشين تموت يا جماعه. مهند لاشين لما بيغلط ممكن، يعني الكره اللي رجعت لمصطفى شوبير، وكوره اللي في كذا كوره اتقطعت منه في الطرف تتقطع، ما بيبقاش وراها حد، انت ديفندر، يعني اللي وراك المدافع. المساحات اللي بين الديفندر والمدافع كل ما وسعت تتقطع منك، في خطوره عليك. فمهند لاشين مقاتل بيعمل اللي عليه، بس اخطائه بجوان. مروان عطيه، انا يا جماعه، مروان عطيه ده حسام عاشور التاني، حسام عاشور التاني اجمد ديفندر في مصر، فانا من وجهه نظري في افريقيا. تسليم تسلم محترم. اساسيات كره الكوره بتتكلم، اساسيات كره القدم بتتكلم عنده هو وامام عاشور. بياخد من هنا يودي هنا، محطه، مش بيتفلسف. لا هو ملزم بحاجات، بياخد الكوره بيسلمها، مش بيطول الكوره في رجله. هو الوحيد اللي ممكن يطلعك من التلت اللي ورا للتلت اللي قدام بباصه، مع انه ديفندر واجباته كلها دفاعيه، او مرتكز في نص الملعب، مش واخد الحريه زي امام عاشور. مروان عطيه لا، ما شاء الله، مروان عطيه لا غبار عليه. انا من وجهه نظري ان انا هقيمه هديله 10 من 10 الصراحه. طيب لما يبقى عندك امام عاشور، محمد صلاح، مرموش، مصطفى زيكا، انت حاطط زيكا في اليمين وامام عاشور حاطه في الشمال عشان يدافع، وبتلعب بمحمد صلاح ومرموش اتنين راس حربه، او بتعاملها دايره. انا مش عارف الصراحه الفكر بالظبط انت كنت عايز تعمل ايه في الشوط الاول. الكوره الطويله كنت بتلعبها، انا وجهه نظري انا هو ما كانش فيه فكره اصلا الشوط الاول. انت ما كنتش نازل تدي فكره، انت كنت نازل تلعب على الكره الطويله، واشوف وردود الافعال تحت اللعيبه اللي جايه من ورا والتسديدات من بره ال 18 تخلص لك الماتش. بعد الهدف الاول اللي جه فينا خلصنا من الشوط الاول. الشوط الثاني بقى هو شوط المدربين، وحسام حسن الصراحه اداره بشكل ممتاز، بشكل ممتاز. ولكن انا كاحمد معوض ليه تعليق، ليه تعليق على التشكيل. يعني انا عارف ان احنا بنتكلم وبننتقد وبنقول وجهه نظرنا، بس انا شايف ان حط كل واحد مكانه. انت الشوط الثاني رحت جبت مصطفى زيكا حطيته راس حربه، راح جاب جون. لما محمد هاني كان بيعمل عرضيات واوفرات كان موجود صلاح وزيكا. لما فتوح كان بيعمل عرضيات واوفرات كان موجود زيكا وصلاح وتحتهم مرموش. لما غيرت التكتيك او غيرت اماكن اللعيبه، محمد صلاح هو حتى لو هتحطه راس حربه، هتحطه اس لاعب حر، هو عنده اصلا لوحده كده، عنده الدفاعيه انه ياخد نفسه ويروح للطرف، هيروح لك للطرف لوحده اصلا. فشوف اهداف محمد صلاح، محمد صلاح الهدف الثاني اللي جابه، هو خد نفسه من الهجوم راح لمكانه حتته اللي بيلعب فيها، راح على الطرف اليمين، راح ناحيه اليمين، عمل 1 2 مع زيكا اللي لما بدلت مكانه جاب الهدف الثاني بالطريقه الاعتياديه بتاعت محمد صلاح. الهدف الثالث في كومنت بالنسبه لي كده صغير، اللي بيرفع الكوره الركنيه على الناحيه دي بيبقى مش صلاح دايما، بيبقى ممكن امام عاشور مره، مرموش مره، لكن محمد صلاح هو اللي يروح. لا هي لعبه متفق عليها انها تتلعب على القائم الاول، وتتلعب الاوفر اللي بتاع محمد صلاح يتلعب في الارتفاع، يتلعب في الارتفاع اللي نزل له تريزيجيه علشان الاطوال. ودي افكار اللاعب النموذجي. انا عندي اطوال، ما هو مش معقول ان انا هعمل اوفر طويل وعالي، ما هي احتماليه ان انا اجيبها 50%، لكن الكره اللي تبقى في النص
بالذات على القائم الاول استغلال اروع من محمود تريزيجيه، هداف الدوري المصري وهداف دوري ابطال افريقيا. فنصيحه لوجه الله يعني ويعني وجهه نظر، العب كل واحد مكانه. صلاح مكانه ده، صلاح لاعب يعني من افضل لاعبي العالم، من افضل لاعبي العالم في المكان ده. انت بتلعبه في نص الملعب علشان تسيبه حر، او عشان ما يتمسكش، او علشان هو مش بيدافع. فلا انا هخلي زيكا يلعب باك يمين، هاب يمين علشان يدافع مع محمد هاني واسد الجبهه دي. ماشي مفيش مشكله، انت دافعت بس انت قتلت محمد صلاح. انت عشان تاخد مرتدات مش هتلاقيها اصلا. حلقه الوصل امام عاشور انت موته على الناحيه اليمين. فانا شايف ان تريزيجيه لاعب لياقته بدنيه عاليه، لاعب بيعمل واجبات دفاعيه فوق الممتاز، فوق الممتاز. انا شايف ان تريزيجيه يلعب قدام فتوح. وهات لي يا عم امام عاشور، اللاعب السوبر، اللاعب الاوروبي، حطه في نص الملعب وسيبه حر بقى. يعني اطلق امام عاشور قدام مروان عطيه ومهند لاشين، وشوف امام عاشور هيعمل ايه. استلام وتسلم وتصويبات هتلاقي، تعرضيات هتلاقي، بينيات هتلاقي، افكار هتلاقي. لكن انت مموته. مصر قوتها هتزيد جدا لو كل واحد لعب مكانه. بالنسبه لمرموش، الناس بتقول ان مرموش اناني، بيحب يلعب لوحده، ده مش بيباصي لحد، ده مش شايف غير نفسه. انا معاك ان هو في عنده حته صغيره من الانانيه، لكن انت ليه ما تقولش ان هو اصلا واخد تعليمات ان هو يجري في المساحه. هو عنده سرعات ولاعب تصويبته ما شاء الله عليها تصويبه، يعني من افضل لاعبي العالم في التسديدات مرموش دلوقتي، ومعظم اهدافه من التسديدات. فليه ما تقولش ان دي تعليمات واخدها؟ معلش انت بتلاعب مرموش راس حربه، فبالتالي انا لما اخد الكوره هلف على طول اروح للجول، عشان فعاليه الجول بقى، مش ما انا عشان انزل تحت واسند لاصحابي وزمايلي اللي هم اصلا عشان الارتداد الدفاعي اللي احنا عاملينه مش هعرف اطلع بيه، هتبقى صعبه. لكن انا لما اخلي بقى مرموش طرف، غصب عنه هيلعب مع زمايله، زي ما انت عملت في الشوط الثاني لما انت خليت مرموش يلعب في الطرف. مرموش كان بيدي الكوره ويسلم ويستلم، غصب عنه هيعمل كده. فما شاء الله، الف مبروك لمنتخبنا الوطني، مكسب لاول مره في التاريخ. منتخب مصر يكسب مباراه في كاس العالم، لاول مره في التاريخ منتخب مصر يبقى على اعتاب الصعود، على اعتاب الصعود. فهتيجي بقى انت تقول لي ايه يا عم احنا صعدنا؟ انت بتقول ايه؟ انت بتالف احنا فوز ده صعدنا. خد بالك من حاجه، انت صعدت، عايز تصعد انت صعدت، انت يعني انت مجمد قلبك قوي بافضل توالت. يعني انت بالنسبه لك تمام خالص لو اصعد افضل توالت. انت مستكتر على نفسك ان انت ممكن تصعد اول مجموعه. افرح، افرح واتبسط وقضي وخد وقتك في الفرحه، بس الفرحه لها حد. خد بالك من حاجه عشان اختم بيها الفيديو. انت الماتش اللي جاي قصاد ايران، انت ما ينفعش تخسر، ما ينفعش تخسر بكل الطرق. انت لو خسرت قصاد ايران انت بقيت ثالث مجموعه. شوف انت دلوقتي متصدر المجموعه، انت بخمس نقط، انت باربع نقط، مصر باربع نقط، ايران وبلجيكا كل فرقه نقطتين. سيبك من نيوزيلندا دي خلاص هي باي باي كده. هتيجي انت دلوقتي بلجيكا، نسبه مكسب بلجيكا نيوزيلندا يعني من 80% وطالع، نسبه المكسب بتاع بلجيكا. فبالتالي بلجيكا تبقى 5 نقط، انت 4، خد بالك انت 4 نقط. ايران عندها نفس الحظوظ بتاعتك يا بابا. معلش ايران نازله المباراه بتاعتك، ايران نازله المباراه بتاعتك عندها الدوافع والحوافز، اللي انا هكسب منتخب مصر هبقى 5 نقط، هصعد. ممكن ايران عندها بعد كده انها تصعد اول مجموعه. المجموعه الثلاث فرق عندهم الفرصه انهم يصعدوا اول، ولكن منتخب مصر حظوظه اكتر عشان هو المنتخب اللي تعادل ماتش وفاز ماتش. فانت ينزل منتخب قصاد ايران، العب على المكسب، العب على المكسب، تكسب ايران انت اول مجموعه، تتعادل مع ايران ان شاء الله باذن الله تبقى اول مجموعه برضه. يعني حتى لو بلجيكا فازت هتبقى 5 نقط،
انت تتعادل مع ايران هتبقى 5 نقط، فرق الاهداف ان شاء الله يبقى لصالحنا ونصعد. طب ليه يا احمد انت بتقول لي لازم اصعد 5 مجموعه؟ ده انت طماع قوي يا جماعه، ما دي الكوره. ليه ما صعدش اول مجموعه؟ انا ما ينفعش اشوف نفسي ان انا اصعد خلاص، اصعد ثالث، اصعد تاني. انت حاطط يعني انت حاطط هدفك في كاس العالم ان انت تقدر تروح انا اصعد من المجموعات بس. ده هدفك، يعني ده هدفنا ان احنا نروح نصعد من المجموعات بس، نطلع من 32 عادي. ما نروح اصعد بقى ثالث مجموعه عشان اقابل انا اول مجموعه جامد من الفريق اللي هي النخبه، منتخبات النخبه في اوروبا، واطلع عادي من فرنسا بقى، من الارجنتين. ما الناس دي هتطلعك الا يعني كوره فيها كل حاجه، بس يعني احتمال كبير انك هتطلع منهم. فانا دلوقتي انا في ايدي الفرصه ان انا ارحم نفسي من منتخبات قويه. هتقول لي على فكره كاس العالم ما فيهوش فرق ضعيفه. يا عم ماشي، انا ما قلتلكش فرق ضعيفه، انا بقول لك فرقه تبقى قريبه من مستواك. انا لو صعدت الاول هلاعب افضل توالت. هتقول لي خد بالك، ما هي السنغال ممكن تصعد يا عم انا مالي بالسنغال ومالي بالاكوادور ومالي، اللي يصعد يصعد. على الاقل انا السنغال رتم الكوره انا عارفها، الاكوادور في مستوايا قريبين. يبقى حتى انا لاعب هنزل ماتش 32، انا واخد الدوافع اللي انا عندي انا اول مجموعه وعامل مباريات كويسه في دور المجموعات، هنزل وان شاء الله باذن الله. يعني احتماليه انت تكسب في دور 32 كبيره، فتطلع ال 16. لا لما العب في ال 16 بقى الموضوع يبقى مختلف، لما ابقى اتصنف من ضمن اقوى 16 منتخب على العالم، التصنيف بتاعي يبقى من ضمن اقوى 16 منتخب على العالم. ويا عالم، يا عالم اللي يحصل ساعتها، انت ممكن تطول كمان مكسب هتبقى في دور الثمانيه. فدي طموحات جايه من دور 32 اللي انت سايبه. فنداء لازم نلعب على ان احنا نصعد اول مجموعه، لازم نكسب ايران، اتعادل مع ايران، ما تخسرش من ايران. حسام حسن بالله عليك، كابتن حسام ما تنزلش تطلع النجوم. ما اشوفش، انا اتمنى ما ينزلش مباراه ايران الاقي مصطفى شوبير مريحه ومنزل ملاعب محمد الشناوي، اشوف محمد صلاح مريحه علشان ما يتصابش عشان دور ال 32. ما انت صعدت بقى، بس انت مش فارقه معاك انت صعدت ايه، انت مش فارقه معاك صعدت الاول الثاني انت اهم حاجه صعدت. يعني انت رامي طوبه الدور 32، ما انت رامي الطوبه بقى، فهتبدا تريح لي صلاح، ريح لي مرموش، اصل ريح لي مروان عطيه في نص الملعب، محمد هاني مش عارف، هتاخد على راسك. فانزل ماتش ايران التشكيله الاساسيه وانزل العب على المكسب، هتلعب على المكسب هترتاح، هنرتاح في الدور 32. وكده انا اتكلمت من كل النقط اللي انا شايفها من وجهه نظري من حيث المباراه. الف مبروك لمنتخب مصر، عقبال يا رب كل مباراه لمنتخب مصر في اللي جاي، وان شاء الله باذن الله منتخبنا مصر يشرفنا. الف مبروك الفوز التاريخي، ان شاء الله نكمل التاريخ، نكمل صناعه التاريخ باذن الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.